السلام عليكم دكاترة تالتة ثانوي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسلام. دلوقتي هنحل الدرس الأول من الباب التالت اللي هو بيتكلم عن الاتزان الكيميائي. باب سهل مفيهوش حاجة وجميل وفي شغل يعني، بس ايه شغله في الهادي منه وحلو. نبدأ بالسؤال الأول. السؤال الأول بيقول أي من التفاعلات الآتية وعده تفاعل تام؟ عشان أقول على التفاعل ده تام لازم يبقى يطلع معايا أربع حاجات. واحد، خروج أحد النواتج من حيز التفاعل على هيئة غاز أو راصب، ده أول حاجة. تاني حاجة أو حدوث تفاعل تعادل، بس شرط يكون ما بين حمض قوي وقلوي قوي. أو حدوث تفاعل اسمه إحلال بسيط، وده معناه إن العنصر الأكثر نشاط يقدر يحل محل العنصر الأقل نشاط. من العنصر الأكثر نشاط حل محل العنصر الأقل نشاط، الأقل نشاط مش هيعرف يرجع تاني، مش هيقدر يحل محله تاني يعني. فأنا هدور على الأربعة دول. فالاختيار الأول لاحظ هنا اي جي بي ار ده راسب، يبقى ده صح لأن الراسب تفاعل تام. ب وج ود طبعا كلها تفاعلات انعكاسية، لأن ب ود ده تفاعل غازات بيتم في إناء مغلق، ده انعكاسي. وتفاعل القسطرة اللي هو ج ده انعكاسي. السؤال اللي بعده، السؤال بيقول أي من التفاعلات الآتية تام؟ من دول تفاعل تام؟ هدور على غاز أو راصب أو تعادل أو إحلال بسيط. والله هختار ج. ليه ج يا مستر؟ إن واتش ده قلوي واتش سي اللي ده حمض، حمض وقلوي يدي ملح ومية، ده تفاعل التعادل، يبقى ده صح. ماشي. السؤال اللي بعده بيقول أي مالي تفاعل غير انعكاسي؟ أدام غير انعكاسي يعني عايز تام. هدور على غاز وراصب إحلال بسيط تعادل. برضه نفس الفكرة، هتبقى الإجابة رقم ج. HCl حمض، NaOH قلوي يدي ملح ومية، ده تفاعل تعادل. تمام. طبعا ألف ودال غازات وبيتم في إناء مغلق، تمام. وب ده تفاعل قسطرة، ده تفاعل انعكاسي. أي مالي يمثل تفاعل تام؟ برضه نفس الحاجة، هدور على غاز وراسب أو تفاعل تعادل ما بين حمض قوي وقلوي قوي. فالأولاني CH3C و H زائد NH4 و H ده تفاعل إيه؟ إحلال، ده تفاعل تمام. CH3COH ويطلع مية، ده تمام، ده انعكاسي. وده انعكاسي وده برضه انعكاسي. تعالى على ده هي الصح. ليه؟ هتقول لي خروج احد النواتج من حيز التفاعل على هيئة غاز اللي هو الNO. طب امتى كان ده يبقى تام؟ او قصدي امتى ده كان يبقى انعكاسي؟ لو كله غازات وكتب لك جنبه كلمة إناء مغلق. هو ما كتبش كده، خلاص يبقى تام. السؤال اللي بعده أي من الأنظمة الآتية غير انعكاسية؟ أنا عايز تفاعل تام، هدور على تفاعل تام. الأولاني تمام ده انعكاسي، التاني برضو انعكاسي، جيم برضو انعكاسي. تعال على ده، البص ده إحلال بسيط. عارف يعني إيه إحلال بسيط؟ الزد إن ده عنصر نشط، حل محل الهيدروجين لأنه أكثر منه نشاط. الهيدروجين لما خرج ينفع يرجع تاني يحل محل الخرسين؟ لا، ما يعرفش. يبقى الإجابة رقم د. السؤال اللي بعده كل مالي تفاعلات انعكاسية ما عدا ايه؟ يعني عايز تفاعل ببلدي كده تام، هدور برضو على غاز وراسب او تعادل ما بين حمض قوي وقلوي قوي. ركز على جيم، جيمية الصح لجيم. صوديوم حل محل الهيدروجين، ادانا ان يسأل هل الهيدروجين يعرف يحل محل الصوديوم تاني؟ لا. ليه؟ ده تفاعل يكتب جنبه كده احلال بسيط. والله الموضوع بسيط اهو، عمال يعيد نفس الفكرة. تفاعل تام، دور على الأربعة اللي أنا قلت عليهم: غاز راسب إحلال بسيط تعادل. تمام. السؤال اللي بعده التفاعل التالي: مغنيسيوم Mg حل محل الهيدروجين والهيدروجين اتطرد بره، قلت لك ده إحلال بسيط. تفاعلات الإحلال بسيط ده تفاعل تام سواء تم في إناء مفتوح أو مغلق. هتقول يا مستر ازاي؟ ده انا متعود اناء مغلق يبقى انعكاسي. غلط، مش كده. مش اي اناء مغلق يبقى انعكاسي. بالعقل والمنطق، ولا الهيدروجين ده يعرف يحل محل المغنيسيوم تاني؟ لا طبعا. يبقى تام سواء تم في اناء مفتوح او مغلق. ماشي. السؤال اللي بعده اي من التفاعلات الاتيه تام؟ هدور على غاز في النواتج، ببص على النواتج: غاز او راسب او احلال بسيط. الف الكون راسب يبقى ده صح، مفيش اي مشكله. الباقي كله شغال انعكاسي. تمام. السؤال بيقول عند تسخين عينة أو كمية من الماء داخل إناء مغلق، فإن الماء يصل إلى حالة اتزان مع بخار الماء.
في كل من الحالات التالية ما عدا: يتساوى الضغط البخاري مع ضغط بخار الماء المشبع، ولا تتساوى كتلة كل من الماء وبخار الماء، ولا يتساوى معدل التبخير ومعدل التكثيف، ولا تثبت كل من الماء وبخار الماء. حتة تثبت الكتلة اللي هي تثبت التركيزات. احنا قلنا عشان يحصل التفاعل او الاتزان الكيميائي لازم شرطين: يتساوى معدل التفاعل الطردي مع معدل التفاعل العكسي، وتثبت التركيزات مش بتتساوى. يبقى الإجابة رقم ب. ما ينفعش أقول تتساوى الكتل، بعدين ازاي كتلة المية هتساوي كتلة بخار المية بالعقل والمنطق؟ بس كده. يبقى الإجابة رقم ب. السؤال اللي بعده بيقول: أي من الآتي يصف نوع التفاعل بين هيدروكسيد الصوديوم ده قلوي، تمام، وحمض الهيدروكلوريك ده حمض وقلوي وملح وميه، ده تفاعل تعادل، والتعادل تام وانت ما تقدرش تتحكم فيه، فهو تفاعل تام تلقائي. السؤال اللي بعده: العبارات الآتية يعبر عن تفاعل كيميائي في حالة اتزان. سرعة التفاعل الطردي لازم، احنا قلنا بتتساوي ورايا كده، تتساوى السرعات حتى وانت بتحل قول ورايا. شرط حدوث الاتزان حاجتين: او الاتزان الكيميائي ده اتزان ديناميكي، يحدث عندما يحصل حاجتين: تتساوى السرعات وتثبت التركيزات. تتساوى السرعات وتثبت التركيزات، اي يتساوى معدل التفاعل الطردي مع معدل التفاعل العكسي، وتثبت تركيزات المتفاعلات والنواتج، والاتزان ده بيفضل شغال وما زالت المتفاعلات والنواتج لسه موجودة في حيز التفاعل. سرعة التفاعل الطردي دائما أكبر لا، احنا قلنا الاتنين لازم يساووا بعض، يبقى ده غلط. غلط. تركيز النواتج والمتفاعلات يكون متساوي دائما، أنا ما قلتش التركيزات بتتساوي، أنا قلت بتثبت، يبقى ده غلط. التفاعل ساكن دائما وليس، هو بيقول لك نظام ديناميكي، ديناميكي يعني متحرك، يبقى غلط. تركيز النواتج والمتفاعلات دائما يكون ايه؟ ثابت. هي دي بقى، احنا قلنا التركيزات تثبت والسرعات بتتساوي، تتساوى السرعات وتثبت التركيزات. الاتزان الكيميائي للتفاعل ايه والنظام ايه يحدث عندما يتساوى معدل التفاعل الطردي مع معدل التفاعل العكسي. طبعا ده نظام ديناميكي، وده الاتزان الكيميائي في التفاعلات الانعكاسية. احنا بالتفاعلات الانعكاسية ده نظام ديناميكي، المتفاعلات بتكون نواتج والنواتج بتكون متفاعلات، رايح جاي في شغل، في حركة، تمام، ومتفاعلات ونواتج مع بعض، ده انعكاسي. السؤال اللي بعده: يصل التفاعل إلى حالة اتزان. يلا ده قول معايا، يلا. تتساوى السرعات وتثبت التركيزات. تتساوى كمية، احنا قلنا بقى التركيزات بقى بتثبت مش بتتساوي، يبقى ده غلط. يتساوى معدل استهلاك المتفاعلات مع معدل تكوينها، هي دي بقى، تمام، اللي هي تتساوى سرعة التفاعل الطردي مع معدل أو سرعة التفاعل العكسي. التفاعل التالي: ما لون المحلول الناتج عند إضافة أزرق بروموسيمول؟ طبعا ده تفاعل القسطرة، وتفاعل القسطرة خلي بالك ده حمض اسمه حمض الأسيتيك، وده كحول اسمه كحول الإيثيل، وده إستر اسمه إستر أسيتات الإيثايل، وده مية. قلت لك وأنا بشرح، وأي حد حتى لو بيسمعني أكيد عارف إن الحمض ده حمض، والكحول متعادل، والإستر متعادل، تمام، والمية متعادل. مين اللي ليه هيبقى ليه تأثير على ورقة عباد الشمس؟ الحمض. أو مش عباد الشمس بقى، النبات حاطه ازرق بروموسيمول. افتكر انا ازرق بروموسيمول في الحمض كان لونه ايه؟ قال لي والله يا مستر خلي بالك، في الحمض كان لونه اصفر، وفي القلوي كان لونه ازرق، طب وفي المتعادل لونه اخضر. طب انا مش عارف، افتح ورقه المفاهيم هتلاقيهم موجودين، ده بسيطه. السؤال اللي بعده: اي مثال يوضح العلاقه بين التركيز والزمن في منحنى التفاعل الانعكاسي؟ قال لك يقل تركيز المتفاعلات حتى يستهلك ايام من انعكاس المتفاعلات والنواتج بيفضلوا موجودين، يبقى ده غلط. هو بس المتفاعلات في اي تفاعل سواء تم او انعكاسي بتبدا بتركيز 100%، بعد كده بتقل عشان تكون النواتج. والله قلت وبقت صفر يبقى ده تفاعل تام، قلت وبعد كده ثبتت عند تركيز معين والنواتج برضو يا رخرة زادت وثبتت عند تركيز معين، ده انعكاسي. يزداد تركيز النواتج صح، ويقل تركيز المتفاعلات مظبوط، حتى يصل إلى تركيز ثابت، اللي هي التركيزات بتثبت، يبقى ده صح. سؤال مباشر وسهل. شيء. نكمل يا دكاترة. بيقول لك يمكن الاستدلال على معدل التفاعل الكيميائي عن طريق، إحنا قلنا المتفاعلات بتبدأ بتركيز كام؟ 100%، بيبدأ تركيزها يحصل له إيه؟ يقل، يبقى النقص في تركيز المتفاعلات والزيادة في تركيز مين؟ النواتج. يبقى جيم. سؤال سهل جدا كمان اهو. السؤال بيقول:
من التفاعل الكيميائي A زائد B ادانا C. يمكن لجميع الصيغ التالية أن تصف معدل التفاعل باستثناء. تمام، طبعا A و B متفاعلات صح، يبقى بيستهلكوا يبقى بالسالب. أما C ده نواتج بيتكون يبقى بالموجب. يبقى ما اجيش على ج واكتب سالب. بص كاتب سالب تركيز سي، والله العظيم سي نواتج يعني تركيزها كان صفر وبدأ يزيد، ما ينفعش اقول سالب، اقول عليها موجب. السؤال اللي بعده، في التفاعل التالي اي الاشكال الاتيه تعبر عن علاقه. واضح ان السهم ده يشير ان التفاعل ده معذرة تفاعل انعكاسي. تمام، ماشي يا مستر، انعكاسي وفل 24 راد. احنا بقى عايزين من دول تفاعل انعكاسي. والله ده تام، والله ده عبط، والله ده عبط، والله ده اللي ده كده اسمه انعكاسي. اه، انعكاسي يعني المتفاعلات كانت بادية بتركيز 100% وقلت وبعد كده ثبتت، والنواتج كانت بادية بتركيز صفر وبعد كده ثبتت. يبقى ده الإجابة. السؤال اللي بعده، أي الأشكال الآتية يعبر عن العلاقة بين التركيز والزمن في التفاعل التالي. نلاحظ هو الراجل ما عملش السهم هنا عشان عايزك تشوفه تام ولا انعكاسي. والله دور، أنا قلت لك 4 تام، غاز راسب تعادل إحلال بسيط. هل الراسب موجود؟ اه، يبقى التفاعل ده تام. والتام معناها المتفاعلات بتبدأ بتركيز 100% وبعد كده تبقى صفر يعني تنزل خالص. تمام، والنواتج بقى ايه؟ بتبدأ ايه؟ تقل شوية. بس طبعا ما فيش حاجة اسمها كده، ده غلط. تمام، العلاقة هنا مش ثابتة، النواتج يعني مش ثابتة. دي الإجابة رقم ج. السؤال اللي بعده، تعبر المعادلة التالية عن التفاعل الممثل بالشكل ده. لاحظ معايا ايه نازلة كم مربع؟ عد معايا بقى، 1 2 3، يبقى كأنها 3A زائد B نازلة. عد المربعات، ادي 1 2 3 4 5 6 تمام. ادانا، او قصدي هو سهم واحد ان ده تام، فراح مدينا سي بقى. عد سي بادية من تحتها، بص بادية من عند النقطة دي. عد 1 2 3 4 5 6، يبقى 6 سي. سيبك من الارقام اللي انا كاتبها. اللي انا استفدته ان تركيز بي قد تركيز سي 6 و6، والاتنين ضعف ايه يعني ايه 3. يعني كأن المعادلة بتقول ايه زائد 2 بي ادانا 6 سي، او قصدي 2 سي، لان تركيز سي قد تركيز بي والاتنين ضعف ايه. يبقى الاجابة رقم الف. ماشي. سؤال رقم 22، أي من الاختيارات التالية يعبر عن المخطط المقابل. أولا التفاعل ده انعكاسي، يبقى أنا هستبعد ج وهستبعد د. واحد قال لي يا مستر هو ليه انعكاسي؟ يا حبيب قلبي A وB وC وD موجودين في حيز التفاعل، مفيش حد نزل تحت، مفيش حد خلص. تمام، بص بقى، C ده نازل وA ده نازل، يبقى C وA متفاعلات. بص على C بقى، نزل كام مربع؟ تقول لي عد 1 2 3، يبقى 3 سي زائد ايه ده بقى. نبص ايه نزل كام مربع؟ مربع واحد، يبقى ايه واحدة بس. ادانا. بص على ايه بي بقى، بي طالع كام مربع؟ قال لي مربعين، يبقى 2 بي. تمام، بص على دي، طلع كام مربع؟ عد هتلاقيهم 4، يبقى 4 دي. يبقى الإجابة ايه زائد 3 سي ادانا 2 بي زائد 4 دي، وتفاعل انعكاسي. تمام. السؤال اللي بعده، أي من الاختيارات التالية يعبر عن المخطط المقابل؟ برضه تفاعل انعكاسي، كل التفاعلات اللي عندك انعكاسية. سهل، ركز ان شاء الله خير. بص لي، سي ودي طالعين فوق صح، يبقى سي ودي مالهم؟ نواتج. ايه وبي نازلين تحت، يبقى ايه وبي متفاعلات. يبقى ايه زائد بي ادانا سي زائد دي. هدور على الحتة دي الأول وبعد كده هنوزن. ايه زائد بي، ايه زائد بي، تمام. يبقى ألف غلط وب غلط، احنا عايزين ايه زائد بي. لاحظ بي نزل كام مربع؟ 1 2 3 4، تمام. وايه نزل مربعين، معنى كده ان ده 4 وده 2. تعالى على سي، والله سي طلع 3 مربعات. تعالى على دي طلع 4 مربعات، يبقى الإجابة د. سهلة والله. يلا، يوضح الشكل الآتي تفاعل الهيدروجين والنيتروجين. فاكر انت التفاعل ده؟ تفاعل هابر بوش N2 زائد 3H2 يدينا 2NH3. في مشكلة؟ لا والله ما فيش مشكلة يا مستر. تمام، لاحظ NH3 ده ايه؟
ده ايه نواتج طالعة. اما N2H2 ده متفاعلات يعني نازلة بالشكل ده كده نازلة اهو. التفاعل ده انعكاسي اهو. تمام. ايه بقى بص ايه ده نزل كام مربع؟ واحد اتنين تلاتة. يبقى ده الهيدروجين. يبقى ايه ده الهيدروجين. كويس اوي يا مستر. بي ناتج يبقى ده النشادر. تمام لانه طالع لفوق. وسي نازل لتحت يبقى ده متفاعلات ونزل مربع واحد يبقى ده النيتروجين. يبقى ايه هيدروجين. متفقين يبقى ده غلط وده غلط. بي نشادر او امونيا يبقى الاجابه ج. خش على اللي بعده. التفاعل التالي تعبر عن الانحلال الحراري لأربعة مواد إكس وواي وزد ودبليو طبقا للجدول التالي. الراجل بيقول أي من هذه المواد تنحل أسرع. نروح نجيب حاجة اسمها معدل التفاعل. طب هو معدل التفاعل بيساوي إيه؟ قال لي والله يا مستر بيساوي التركيز على الزمن. فأنت هتيجي تمسك كل تركيز من دول وتقسمه على الزمن. يبقى مثلا الأولاني مثلا 1.5 على 30 وهكذا. تعال نجيبهم واحدة واحدة وده القلم عنها. أول حاجة 1.5 على 30 تقوم طالعة 5 من 100. يبقى البي ده سرعته 5 من 100. والتاني 1.8 على 40 تطلع 0.045. تمام. واللي بعده اللي هي 45 من 1000. واللي بعده ثانية واحدة 0.55 على 10 تطلع 0.055. والأخير 1.2 على 20 تطلع 0.06. أيهما أكبر؟ يعني حل بسرعة يعني تفاعله أسرع. والله ده كأنها 50 وده 45 وده 55 وده كأنه 60. يبقى يوم أكبر 60 يبقى دبليو. يبقى ب. صلى على النبي. من التفاعل الآتي إكس ادانا واي. يبقى إكس ده متفاعلات وواي ده نواتج. اتضح أن 10 جرامات من إكس استهلكت في 6 دقايق و40 ثانية. 6 دقايق اللي هما كام؟ 6 دقايق دول اضرب 6. مش انت عارف الدقيقة فيها 60 ثانية. يبقى اضرب 6 في 60 وزود عليهم بقى 40 يبقى 40 ثانية. يبقى كده 400. يعني ال6 دقايق و40 ثانية عاملهم 400 ثانية. و10 جرامات. حد حافظ معدل التفاعل بيساوي ايه؟ سهلة. معدل التفاعل ليه أربع قوانين. تركيز على زمن، كتلة على زمن، عدد مولات على زمن، حجم على زمن. تعال نجيب يا عم الحاج المعدل. يبقى 10 على 400. طير الصفر مع الصفر يبقى 1 على 40 اللي هي معرفش والله 0.025. يبقى الإجابة رقم دي. السؤال اللي بعده. في التفاعل الآتي قدر معدل تكوين الكبريت بأنه يساوي الرقم ده. ما مقدار الكبريت المتكون بعد مرور 5 دقايق؟ مش عايزه بالجرام. طب ما انت عندك معدل التفاعل بيساوي الكتلة أو التغير في الكتلة على الزمن. تعال نعوض مباشرة. معدل التفاعل هو مديهولك 0 معلش 0.002 بتساوي الكتلة احنا عايزينها على الزمن مديك 5 دقايق. بس احنا مبنشتغلش بالدقايق بقى وكاتب لك ثانية فوقها. تمام. يبقى 5 في 60. عايز بقى انا اجيب الكتلة اضرب الرقمين دول في بعض وخلص. يبقى يا عم الحاج 0.002 في 5 في 60 تطلع 0.6 جرام. سهلة والله. السؤال اللي بعده. إذا كان معدل تفاعل النشادر بالرقم ده. مش هو مديك معلومة عن النشادر؟ خلاص. وعايز هو بخار الماء؟ خلاص اعمل ما بينهم علاقة. كل 4 نشادر بيطلعوا 6 بخار مية. تمام. يبقى كل نص من النشادر يطلعوا كام؟ واعمل عملية مقص. نص في 6 على 3. نص في 6 أو معلش على 4 يطلع 0.75. يبقى ج. سهل. السؤال اللي بعده بيقول التفاعل التالي يوضح انحلال خامس أكسيد النيتروجين اللي هو ده.
والاكسجين. عايز بقى بيقول لك ايه، في وعاء ساعات وخلال زمن، عايز معدل تكوين الاكسجين، هعمل ما بينهم علاقه. يبقى 2 N2O5 وادي ال O2، هشد سهم واتوكل على الله. اداني معلومه على ان 205 0 علامه 0 8 مول. ده مول يبقى اللي فوق مول. تمام. ده كام مول؟ قال لي 2. الاكسجين نعمل علامه استفهام مول. ده كام مول؟ قال لي 1. هروح اجيب عدد مولات الاكسجين. طب عدد مولات الاكسجين كام في كام على كام؟ قال لي والله يا مستر يبقى 1 في 0 علامه بوينت او 0 علامه 0.8 على 2 تطلع 0.04. إذا عدد مولات الأكسجين ب0.04. هل من مشكلة؟ لا. أروح أجيب معدل. قبل ما أروح أجيب معدل التفاعل لازم الأول أروح أجيب التركيز. ليه أجيب التركيز؟ ليه يا مستر بتاع الأكسجين؟ ركز. هو عايزه بوحدة مولر على الثانية، يعني عايز أحول عدد المولات إلى إيه؟ تركيز. طب ما التركيز بيساوي، قال لي بيساوي عدد المولات على الحجم باللتر اللي هو 4. فتقوم طالعة كام؟ قال لي 1/10 مولر. اوعى تروح تختارها ولا 1/100، معلش. اوعى تروح تختارها يا فالح. هو مش عايز تركيزه، هو عايز معدله. طب ما معدل التفاعل بيساوي التركيز على الزمن. التركيز 0.01 على الزمن، قال لي 2 ثانية، يطلع 0.005. ركزوا شوية. يتفاعل البروم مع حمض الميثانويك كما هو موضح في التفاعل التالي. إذا كان التركيز الأولي لعنصر البروم في قارورة التفاعل بالرقم ده بعد مرور 50 ثانية، ثم انخفض هذه القيمة بالرقم ده، خلي بالك إن معدل التفاعل مش بيساوي التركيز على الزمن، ده بيساوي تغير في التركيز على التغير في الزمن. تمام. طب هو التركيز في الاول كان كام؟ كان الرقم ده، واصبح الرقم ده. طب انا عايز اجيب التغير، اطرحهم. يبقى معدل التفاعل، انا كنت 0.012 وبقيت 0.0101. كده جبت التغير على الزمن اللي هو كام؟ 50. نعملها على الآلة بتاعتنا هتطلع الإجابة. بصوا معايا. 0.012 ناقص 0.0101 على 50 ثانية، يطلع رقم د. ماشي. السؤال اللي بعده. أي التفاعلات الآتية تمثل الشكل؟ بص على الزمن. الزمن هنا كاتبه بالمينت يعني بالدقايق. التفاعل ده خد دقيقتين بالظبط، يعني وصل لدقيقتين. يعني تفاعل نقول عليه ايه؟ مش سريع، هو بطيء شوية، حاجة بسيطة. تمام. كلوريد الصوديوم مع محلول ده تفاعل ترسيب، ده لحظي يعني ما بياخدش ثانية. ده يا عم ده حاجة دقيقتين. مسامير حديد مغطاه بالزيت ومغطاه بالماء، ده صدى، والصدى ده بياخد شهور مش دقيقتين. قطع مغنيسيوم مع حمض الهيدروكلوريك، وحط قطع. القطع هنا هتبطئ التفاعل شوية. لو كان حاطط مسحوق من المغنيسيوم كان يبقى أسرع بكتير. أي تفاعلات؟ لاحظ الزمن هنا بالسكند يعني بالثانية، والتفاعل ده خد 3/10 ثانية يعني جزء من الثانية. يبقى أنا هدور على أسرع تفاعل معاه اللي هو تفاعل الترسيب. ألف. كلوريد صوديوم مع نترات فضة بيكون في الآخر AgCl اللي هو راسب لونه أبيض. أحد هذه التفاعلات بطيء جدا جدا. والله ده ده راسب، يبقى ده تفاعل ترسيب. تفاعل ترسيب ده سريع جدا، يبقى غلط، احنا عايزينه بطيء. والله يبص على ده راسب برضو غلط. والله يبص على جيم، ده تفاعل محاليل. تمام، ما عنديش مشكلة، ده صح بس بطيء او قصدي ده احلال بسيط، او قصدي معلش احلال مزدوج، موجب سالب موجب سالب، وده هيتعمل بسرعة، يبقى ده غلط. ب. وقعدوا يقول يا مستر طب ما ده راسب، لا دي هتاخدها بقى ان شاء الله في الباب الايه، في الباب الرابع. دي معادلة صدأ الحديد، وصدأ الحديد بياخد شهر أو شهرين أو 3، فتفاعل بطيء جدا. شيء هتعرفه قدام يعني. أي من التفاعلات الآتية هو الأسرع؟ هدور على تفاعل ترسيب. والله بص، الأولاني مغنيسيوم قطع، ده هيبقى ياخد دقيقة من دقيقتين، احنا لسه قايلينها فوق شوية، يبقى ده غلط. ب. والله ده تفاعل ترسيب اهو، اف يو اتش باي 2 صلب، ده تفاعل ترسيب خدناه في الباب التاني، يبقى ده صح، ده بياخد بسرعة.
ده تفاعل القسطرة، تفاعلات المركبات عضوية بطيئة. هتقول لي يا مستر طب ما ده برضه رسيب. لا يا حبيبي، ده كده معادلة الصدى هتعرفها بعدين. ده الباب الرابع. يبقى ده غلط وده غلط، يبقى الإجابة رقم إيه. السؤال اللي بعده، من التفاعلات البطيئة نسبيا، اللي هي التفاعلات البطيئة نسبيا اللي هي تفاعلات المركبات العضوية، زي تفاعل القسطرة وتفاعل الزيوت مع الصودا الكاوية لتكوين الصابون اللي هو التصبن يعني. محلول نترات الفضة مع كلوريد الصوديوم ده تفاعل ترسيب سريع جدا. غلط يعني. كحولات مع الأحماض، أيوة تفاعل القسطرة ده الصح. شريط مغنيسيوم لا ده بطيء، بس بطيء قوي، بياخد دقيقة. احنا عايزينه بطيء نسبة، لو ياخد 10 دقايق مثلا. محلول هيدروكسيد الصوديوم مع محلول حمض الهيدروجين ده تعادل، وده سريع جدا، يبقى الإجابة رقم ب. أشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.